هلا وحبايب، شلونكم؟ شخباركم؟ ان شاء الله بخير. اشتاقيت لكم كلش هواي. وهنا عندنا راح اسوي هريسة كباب للموكب. هنا راح انقعها، اغسلها كل زين وناخذ ما يسقى الماي مالتها. اهلا وسهلا بالمتابعات الجدد، واقلهم كل الهلا بيكم، نورتوا القناة. عظم الله اجرنا واجركم بمصاب ابا عبد الله الحسين، والله ينطيكم مرادكم ان شاء الله. طلبوا حوائجكم إن شاء الله مقضية بحق الإمام الحسين. يوم العاشر تقطع توسع سحق الحافر تعذب تقطع تكسر يوم العاشر هنا عندي لحم نص كيلو، هم راح أنقعه. هنا عندي الهريسة تقريبا 3 كيلوات وربع. والعاشر تقطع توسع سحق الحافر تعذب هنا عندي ضفت اللحم فوقه، راح أسلكهم سوية. راح أضيف له ماي آرو. لا تنسوني بنات بالدعاء، ادعوني الله يريح قلبي إن شاء الله ويبرد قلبي بالإمام الحسين. لا حبيبي بعد. يوم العاشر تقطع توسع سحق الحافر تعذب يلا سدي. الخيزران سن كسرى يا ناس يا علم يا ناس يا هنا بدت عندي تنسلق. طبعا شوفوا إذا محتاجة ماي نضيف لها بعد ماي. هنا عندي المدقة راح أهرسها. طبعا طلعت اللحم، هرسته بحد والنوب أضيفه فوقه ينسلق تماما عندي.
ذبحه واقف هنا عندي اللحم ضفته فوقه. طبعا كل ساعة أقلبها حتى لا تلزم من جوا تقض بالجدر. هنا عندي خلية قسم من الهريس، راح أخلطها شوية بالخلاط، مو خلط تماما لا بس شوية. شوفوا هنا بقيها نص وهذا نص خلطته حتى تطلع عندنا حبة وحبة يعني حلوة تصير. طبعا هنا أنا بدلت الجدر يعني ما شاء الله نترت عندي، فأجيب الجدر أكبر من عنده. ضفته فوقه راح أخلطهم هميا كل زين. وهنا أجني جارتي حتى بغي القراية، قلت والله جاي أشتغل بالهريسة إن شاء الله أخلصها والحقهم. وهنا جاي أخذ مراتي إن شاء الله يعودكم. يقلبون بالجدر، الله يعطيهم مراتب إن شاء الله.
بعد على ما منت ما بس شي بس شويه واصبها وجه. الله يعود ان شاء الله. اظن شيء السفر يعني اكثر. حبيبي عطوتي. جايز هاي هنا عندنا قشطة. طبعا انا هسه منصية النار كلش استوت هي تماما. هسه هنا عندي اخر مرحلة نضيف القشطة. يلا يلا ماما. وهسه هنا راح نضيف القشطة تقريبا 4 علب او 3. هسه نخلطها كل زين. هناك حضرت السكريات. طبعا بنات ما احكي لكم الطعم صارت تجنن والله العظيم تخبط. طبعا الهريسة احبها وهي حارة، اذا بردت لا ما احب اكلها. شوفوا هذا شكلها شلون صار. حتى قطع اللحم يعني ما مهروسة كلش مبينة. هذا عظم يعطيها طعم. هسه هنا تقريبا جهزت. بعد راح اطفي النار عليها. طفينا النار وهنا بدينا نصب مستعجلين نريد نروح للقراية. هنا ابني خطية حماتي جاي يساعدوني. حماتي قالت لي انا اصب روحي انتي بدلي. الله ينطيها مراتها ان شاء الله ومع الف سلامة.